من جديد. شيخنا ميت ويطلع من جسده نمل، هذه يعني أول مرة نسمعها يا شيخ. هذه القصة من حوالي 17 سنة وأنا متحفظ عليها. ليش؟ لأن العقل البشري صعب أنه يستوعبها. وأكرر ثاني مرة أقول أنه أي واحد عنده بعد على الله ما يستغرب هذا. أي واحد عنده بعد عن الإيمان ما يعني حيستغرب على ذلك. لكن لو وقف أي واحد فينا قدام المرآة ويكلم نفسه يقول هذه الطيارة فيها 400 راكب كيف تطلع في الجو؟ هذه السفينة فيها اطنان كيف تمشي في البحر؟ لو قارن الإنسان كيف الحيوان أكرمك الله يمشي على 4 ونحن نمشي على 2 ما يستبد. لدرجة أنه الزلازل والبراكين والفيضانات كل هذه قالوا عوامل طبيعية. طيب أين العقل البشري؟ العوامل الطبيعية هذه مين اللي سخرها؟ طبعا رب العالمين، الله على كل شيء قدير. نعم، فيستغرب ذلك على الله سبحانه وتعالى إلى أن شجعني أحد الإخوة إني أنشرها. وهي قصة غريبة جدا، يعني لو كان في ذلك الوقت يعني كان يحضرني الكاميرا كان صورتها. يعني رجل في العقد السابع، يعني عمره فوق تعدى 60 من العمر، وفي غرفة 4 في 6 أرى وجهي أكرمك الله في البلاط من لمعانه. يعني أثرياء ناس. أرى وجهي زي المراية في البلاط، في غرفة في سرير نوم لوحده، وهناك 3 من الخدم يخدمونه. 3. دخلت وجهزت عدة وجيت أجي أكشف عنه الغطاء. يعني شفت أنا أوصف لك الوصف بالنسبة للأرضية وكيف النظافة. يعني استغربت أبغى أشوف نملة واحدة ماشية في الأرض ما في. النمل هذا يدخل من أنفه ويدخل على أذنه، أو من أذنه يخش على فمه. أعوذ بالله. مل جسمه كامل زي ما ترمي حلاوة أو لبانة في الأرض وتيجي تشوف النمل عليها كيف. طيب هذه الحالة ما هي موجودة في كتب ولا في فقه الأموات، كيف تصرف؟ عفوا شيخ، هو ميت، النمل قاعد يطلع من أنفه ومن تجاوز جسمه. نعم. وله ترى عشان يكون علمك ما له إلا ساعة في الموت. يعني لا تقول إنه له المكان غير مكيف. أو أيام صار له. لا، أو أيام مكيف و3 يخدمونه. 3 من جنسية غير مسلمة يخدموه. إيش سويت شيخ؟ اتصلت بأحد المشايخ رحمة الله عليه، فقال لي اجتهد يا شيخ، ايش تبغاني أسوي؟ أنا أحكم لك تبغاني أفتي لك على كيفية الغسل، كيفية الصلاة، كيفية الدفن، أعطيك فتوى على هذا، لكن هذا موقف بينك وبين الله. ايش تبغاني أقول لك؟ أقول لك أحرق الميت؟ اجتهد يا شيخ. فما كان مني أنا الصعوبة مو مشكلة الصعوبة إني كيف أتصرف وما في أحد من أولادي يبغى يخش يساعدني. أولاده كانوا موجودين؟ أولاده موجودين، ما رفض أحد يساعدني. حفيده هو اللي دخل يساعدني. حفيده هو اللي دخل يساعدني. إيش تصرفت؟ شلت الرجل هذا بنفس الشرشف اللي هو نايم عليه وغطسته في البانيو، في المويه، في البانيو حق المسبح. فبدأ النمل يطفو بعد ما حبيته مويه. طبعا سديت الأنف واليدين بالقطن والفم، فبدأ النمل يطفو على فوق. وأفرغ الأسحب المويه وأرجع 2 3 حتى وجدت إنه إيه؟ نظف شوية. فلما جينا شلناه على هذا بقى، لما فكيت القطن شوية من هنا بدأت حبة 2 تطلع منه. النمل يطلع من جسمه. هذا شيء غريب يا شيخ. هذه قعدت فيها 4 أيام أنا ما أنام. حتى الحالات يتحمل المنظر. حتى الحالات كثير من الأخوان اتصلوا فيه ما صرت أنام يا شيخ. نبيل أنا ما أقول لك غسلت 5 ولا 10. أنا كنت ماسك أكبر مقبرة في محافظة جدة مسؤول عنها لوجه الله تطوع. أقول لك غسلت المئات، ما أقول لك 2 ولا 10، مئات. وأذكر في يوم جمعة صلاة ظهر إنه الموتى مرصوصين. أول مرة في حياتي أغسل 7 حالات في فرد واحد. غسلت هذه العدد وتأثرت ب96 حالة موجودة عندي بالاسم والتاريخ والصورة تصريح الدفن. ودخلت في 5 حالات المستشفى وأنا مصاب بانهيار عصبي. حتى زيع في الانترنت إنه الشيخ عباس مات بسبب اللي شفته. طيب هذا اللي قاعد يطلع النمل من جسمه شيخ، احنا الحين أيوة. هذا أنا استغربت
لأنه أولاده أول شيء ما أدوني ريق، وصل بهم يعني شوف وصل بهم بالتقليل من مغسل الموتى. لما جيت خارج رايح فزهمني الابن الكبير، قال لو سمحت يا شيخ شوف الغداء جاهز مع السواقين. شوف للدرجة كده يقول لي الغداء جاهز مع السواقين محطوط إذا تبغى تاكل. أنا صراحة أتأثرت في الموقف ده، تأثرت، لكن قلت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حورب من أقرب الناس له فلازم أتحمل الأجر. فقلت له كلمة واحدة، قلت له هذا اللي جوا اللي غسلته من هو؟ قال أبويا. قلت يكفيني شرف إني أنا غسلت أبوك. وجيت ماشي، ويلحقني حفيدي له، لحقني أنا في سيارة وحاطط يدي على دركسون وأعصابي خلاص ما قدرت، خلاص أعصابي منتهية. كل هذا اللي سويته أنا أحتسبه لوجه الله، لكن يجي آخرتها هذا الابن. شيخ شنو السبب اللي صار؟ نعم هذا أخوه الحفيد رجع يراضيني، يعني لما شاف الأخو يجي يراضيني. قلت له هذا كله ما يهمني، أنا بدي أعرف أنت شفت اللي أنا شفته أنا وياك، أبغى أعرف كيف النمل هذا جات. أنا لي 21 سنة غسل ما شفت الحاجات دي. فقال لي يا شيخ أنا عشان لا يعني ألام وحاسب عند الله سبحانه وتعالى، أنا أقول لك على حاجة أنا ماني متأكد منها، لكن أقول لك إياها عن أمي، إنه هذا جدي كان يضرب والدته، كان يضرب أمه لدرجة الضرب المبرح الله يكرمك، يعني ما يضرب البهيمة. وجو أولاده وكلهم شالوا الأم للمخفر للشرطة عشان تقدم شكوى وهي ما هي دارية، وتقدم شكوى في هذا الابن اللي كان يقول لدرجة إنه من ضغوط الضرب إنه يرفزها برجله، يرفز أمه. يقول وديناها للشرطة عشان تشتكي وتقدم محضر وتيجي تقوم قدام الضابط. أبدا، كل أولادي دول كذابين، أنا طحت بنفسي. شوف قلب الأم كيف، وكان عاقل، آثار الضرب فيها، وفي الآخر تقول أنا طحت. ما هن عليها تدخل ولدها السجن. أسأل الله عليه ولكم حسن الخاتمة. طبعا ساعة خاتمته يمكن